السلام عليكم ورحمة الله. يواصل اللاعبين المغاربة التألق مع أنديتهم في الدوريات الأوروبية. فبداية سجل النجم المغربي إبراهيم دياز هدفا عالميا ومارادونيا على نظيره فيا ريال، وذلك بعد مراوغة مدافعي الخصم وتسديد الكرة بالقدم اليمنى على يسار الحارس. وفي الجهة المقابلة استطاع اللاعب آمين حارث تسجيل هدف رائع على نادي كليرمون فوت، وبالتالي يواصل التألق مع نادي مارسيليا. أما في الجهة الأخرى فيواصل اللاعب إسماعيل الصباري التألق مع نادي بيسفي اندهوفن، وسجل هدفا عالميا على نادي أزيد القمار. وبهذا يثبت اللاعبين المغاربة تألقهم بالدوريات الأوروبية، وهذا كله في صالح المنتخب الوطني المغربي.